لماذا نسكن في وضع الانتظار؟ أنت مش متأخر ولا فاشل ولا ضايع. أنت بس واقف مستني حد يعيش مكانك، مستني نسخة أحسن منك، أهدى، أقوى، أقل خوفاً. وكأن الحياة هتستنى لما تبقى جاهز، وفي لحظة ما من غير ما ناخد بالنا بنلاقي نفسنا واقفين، مش لأنه الطريق مسدود ولا لأننا عاجزين، لكن لأننا قررنا نأجل خطوة، نأجل إحساس، نأجل حياة كاملة بحجة إن الوقت مش مناسب، ونقول مش دلوقتي، لسه مش جاهز. وكأن في يوم هيطلع علينا فجأة ويقول اتفضل دلوقتي ينفع تعيش. الغريب إننا ما بنحسش إن ده هروب، بنقنع نفسنا إنه حكمة أو تعقل أو نضج. بس الحقيقة في فرق كبير بين إنك تستنى وإنك تختفي. نعيش في وضع الانتظار من غير ما نحس، بنبتدي نعيش وكأن أعمارنا نسخة تجريبية، أيام بتمشي وأحداث بتحصل وإحنا دايماً بنقول مش دي الحياة اللي هتتحسب، المهم لسه هيجي. لكن بعدين عمره ما بيجي. إحنا عايشين بس مش حاضرين، بنصحى، نشتغل، نضحك أحياناً، ننجح أحياناً، بس في مسافة بيننا وبين نفسنا، مسافة مش كبيرة بس كفاية تخلينا دايماً حاسين إن في حاجة ناقصة ومش عارفين نسميها. المسافة دي اسمها الانتظار. نعيش في وضع الانتظار لأننا اتعلمنا نخاف، مش بس من الفشل لكن من الشعور نفسه. نخاف نتحمس وبعدين ننكسر، نخاف نحب وبعدين نخسر، نخاف نقول أنا عايز وبعدين ما نوصلش. فاخترنا السلامة، بس السلامة دي مش أمان، دي تخدير. بقينا نتحرك بحذر، كأن أي إحساس زيادة ممكن يكلفنا كتير، فنقلل سقفنا، نصغر أحلامنا، ونقنع نفسنا إن ده نضج. بس لأ، ده تعب. إحنا مش واقفين علشان مش قادرين، إحنا واقفين علشان خفنا نعيش مرة بجد ونتكسر. فالانتظار ده حل وسط، لا حياة كاملة توجع ولا موت كامل يخلص. حالة معلقة بتاكل فينا من غير صوت ومن غير دموع ومن غير ما حد ياخد باله. وعشان كده الرسالة دي مش للي حزين قوي ولا للي سعيد قوي ولا للي منهار. الرسالة دي للي واقف في النص، للي مش مكتئب بس مرهق، مش ضايع بس تايه شوية، للي حاسس إن روحه على وضع الصامت، واللي دايماً بيقول أستنى لما بقى أحسن، أستنى لما الظروف تتظبط، أستنى لما بقى أقوى. وهو مش واخد باله إنه مش بيستنى الظروف، هو بيستنى نفسه وهي بتنسحب واحدة واحدة. وهنا الإدراك اللي بيوجع فعلاً. الانتظار مش حياد، الانتظار اختيار. اختيار إنك ما تعيش بالكامل، إنك ما تتحطش على المحك، إنك تفضل دايماً بره الصورة بتتفرج. بس الحياة ما بتحبش اللي بيتفرج، الحياة بتمشي وتسيب اللي واقف وراها. مش مطلوب منك تكون شجاع ولا جاهز ولا متأكد، مطلوب بس توقف الاختباء، لأن مفيش نسخة أفضل منك هتيجي تعيش مكانك، ومفيش وقت مناسب هيعلن عن نفسه. في دلوقتي، وانت يا إما جوه يا إما بره الصورة بتتفرج. وفي الآخر خليني أقولها من غير رحمة، اللي يعيش في وضع الانتظار مش بيضيع أيامه، بيضيع نفسه ببطء وللأبد. اخرج من وضع الانتظار، مش علشان الحياة سهلة، لكن علشان اللي ما يتعاش دلوقتي مش بيتعاش أبداً. لو الكلام ده لمسك ما تقفلش الفيديو وتكمل انتظار. اكتب في التعليقات أول حاجة هتعملها النهاردة
علشان تقول لنفسك أنا بدأت. ولو تعرف شخص عايش نص حياة وبيستنى يبدأ، ابعته الفيديو ده، يمكن ده يكون الصوت اللي يخرجه من الوقفة اللي نسيها وبقى فاكرها أمان.